زين. صباحو. صباح الخير على أحلى متابعين. ما تزبط بالفصحى، لا خلينا أرجع أوكي. صباح الخير. إيش في صباح الخير؟ صباح الخير على أحلى متابعين مرة أخرى. أحمد قريش وصباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي المفضل صباحو. جميل جدا تنوع المتابعين، أعمار مختلفة، دول مختلفة، ثقافات مختلفة، ذكور إناث، كبار صغار، كل شيء. جميل التفاعل اللي ألقاه بعد كل حلقة، شيء يفرح. الله يخليكم لي أحلى الناس. والحين خلينا من الهذرة الزايدة وخلونا ننتقل إلى موضوعنا لهذا الصباح، واللي راح نبتديه بكلمتكم المفضلة يا صباحو. قرب رمضان، قرب شهر الخير، شهر العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الشهر اللي كل المسلمين في كل بقاع الأرض ينتظرونه بفارغ الصبر ويستقبلونه كل ناس بطريقتهم الخاصة. السؤال هنا، هل استعديتوا لهالشهر استعداد زين؟ وشلون استعديتوا له؟ خلينا نشوف. ايه ناس وايد لقيتهم انا بصراحة هاليومين قاعدة تستعد لرمضان احسن استعداد. لقيتهم بالسوبر ماركت قاعدين يشيلون اكل بالجملة وكأن الديرة داخلة على قحط ومجاعة. والله اللي شفته يضحك. يعني عادي تلاقي قدامك واحد شايل 70 كيس طحين و100 علبة شوربة و100 غرشة فيمتو عشان 30 يوم. عاد الفيمتو ماله ما فيه. العشق. لقيت ناس استعدت لرمضان وجهزت الاستراحات والديوانيات وانواع المعسل والشيشة والشاشات الكبيرة عشان يتابعون اجدد انواع المسلسلات، وعشان ما تفوتهم ولا حلقة من المسلسل الفلاني او البرنامج الفلاني، خصوصا لما تكون المذيعة بنوتة حلوة ودلوعة مثل طوط، ما راح اقول اسمها. هذا هو الاستعداد اللي قاعدين نلاحظه قبل كل رمضان. طبعا ما نعمم، والتعميم شيء غلط، لكن هذا اللي قاعدين نشوفه ونلاحظه في مثل هالوقت. زحمة على السوبر ماركتات، استعداد وجدول الأوقات مشاهدة المسلسلات والبرامج والفوازير، استعداد لأنواع الحش والنميمة في المجالس والديوانيات. الله على الاستعداد. أمانة كم واحد فيكم حضر له برنامج مفيد لرمضان بحيث انه يطلع من هالشهر بأكبر قدر من الفائدة؟ كم واحد حضر له برنامج عبادي يستغل فيه الشهر الكريم اللي الله سبحانه وتعالى عطانا فيه عروض وتخفيضات، والله انها افضل من العروض والتخفيضات اللي بالسوبر ماركتات والمحلات. انا ما اقول تعالوا لا تشاهدوا برامج، ما اقول لا تشاهدوا مسلسلات، ما اقول لا تاكلوا من خير ام الخير اللي بتسوي لكم الجيمات وفيمتو والسمبوس، عليكم بألف عافية. بس حطوا من ضمن برامجكم هذه برنامج تستفيدون منه، قراءة قرآن، صلاة، ثقافة، رعاية فقراء ومساكين، ويا كثرهم حوالينا محتاجين بس نتذكرهم. وعلى طاري المسلسلات، قبل كم يوم فتحت التلفزيون أبي أتطمن عليه يشتغل ولا ما يشتغل لأني مو صلح معه أصلا، وفجأة طلعت دعايات مسلسلات وفوازير رمضان على إحدى المحطات.
والله إن المناظر والعري اللي راح تعرض في رمضان ما شفتها في شهر غير رمضان. ليش؟ ترى فاهمين رمضان غلط هالمحطة والله. رمضان جاي في الطريق، خلونا نجهز لأنفسنا ولعيالنا وأصدقائنا برنامج لطيف نستفيد منه. خطط انك تقرأ هالقد جزء من القرآن الكريم اللي هجرناه وصار عليه غبار. جهزوا لكم برنامج ثقافي تستفيدون منه انتوا واللي حواليكم. اختاروا البرامج والمسلسلات لكم ولعيالكم بحذر، مو اي مسلسل ترى ومو اي برنامج قابل للمشاهدة. والله انتبهوا لعيالكم يا جماعة، خصوصا بشهر الخير. تذكروا ان هالشهر فرصة ما تتعوض، ويا حظ اللي يطلع منه بأكبر قدر من الفائدة. ترى والله من كرم الله سبحانه وتعالى ان اعطانا فرصة في هالشهر عشان نتسابق للخيرات، فرصة ما تتعوض. انت اليوم عايش، بكرة ما تضمن انك تلحق على رمضان الجاي. شنو احسن من العروض اللي يقدمها الله سبحانه وتعالى لنا؟ بس احنا محتاجين ان نستوعب هالنعمة عشان نبتدي نشتغل على افادة انفسنا ومجتمعنا. الله يجعل هالشهر شهر خير ونعمة على الجميع. وترى بقول لكم شيء، ما راح ارفض اي عرض سحور يجيني، بس بشرط وجود الفيمتو، ولا راح ارفض واطلع زعلان. وتدروني اذا زعلت انا اكسر الدنيا كلها. انا حذرتكم. عموما لا تنسون تنشرون حلقات البرنامج بكل الوسائل، واللي يبي توصل الحلقات اول باول يرسل كلمة صباحو على الواتساب على الرقم التالي 055-105-3075. واللي يبي يتابع بعض المعلومات المفيدة على السناب الخاص فيني هم بعد تقدرون تتابعوني بإضافتي ABOURANA. ايش رايكم بعد وانا اغنيها؟ ايضا معلومة اضافية، في رمضان ما راح تكون الحلقات كل يوم احد وكل يوم اربعة، راح تكون متقطعة، لان في رمضان عادة اكون مشغول، ففي الاسبوع على الاقل بتجيكم مرة، بس في اي يوم ما راح احدد. ما عليه، سامحوني. رمضان شهر مختلف، رمضان يعني اشاهد مسلسلات، اشاهد فوازير، بس لا تقولوا لأحد، لا تقولوا لأحد. وقبل لا اخليكم اقول لكم كالعادة، يا صباحو.